هاي، أنا إيناس. النهاردة جاية أجاوب على أسئلة كتير على توبيك مختلف، وهو مسامية الشعر وبروتين الشعر. فخليكم معايا واتفرجوا للآخر علشان الفيديو ده مهم أوي. يا ترى مسامية الشعر خرافة ولا حقيقة؟ طيب اختبار بروتين الشعر خرافة ولا حقيقة؟ مسامية الشعر حقيقة، بس ما نقدرش نعتمد عليها اعتماد كلي في تحديد المنتجات المناسبة لشعرنا، لأن في ناس عندهم أكتر من نوع مسامية في نفس الشعر. ففي الحالة دي الحل الوحيد بيكون التجربة. لو شعرك مايل للشكل الكيرلي الجاف أو شديد الجفاف، جربي المنتجات اللي قوامها من وسط لتقيل. إنما لو شعرك ويفي، جربي في المنتجات اللي قوامها من وسط لخفيف. بالنسبة بقى لاختبار البروتين، نظريا هو حقيقي، بس واقعيا لا يعتمد عليه بنسبة 100%، لأن ببساطة برضو ممكن نلاقي أكتر من نوع بروتين في شعر واحد. فأنا هقول لكم على كام نقطة لو حددتوهم هتعرفوا إذا كنتوا تستخدموا منتج فيه بروتين ولا لأ. كلنا نقدر نستخدم منتجات فيها بروتين، بس أهم حاجة نستخدمها صح علشان ما يحصلش بروتين اوفرلود على شعرنا. لو احنا في الصيف فشعرك محتاج بروتين عشان الحرارة والرطوبة. لو شعرك مصبوغ أو بتعرضيه للحرارة أو لمنتجات الفرد، فشعرك محتاج بروتين علشان يصلح التلف الناتج من استخدام الصبغة أو الحرارة أو منتجات الفرد. وفي نقطة مهمة حابة إن أنا أوضحها: الشعر من مكوناته الطبيعية البروتين، والبروتين اللي جوه الشعر حاجة، ومواد الفرد اللي بتسمى بالبروتين حاجة تانية خالص. ده بروتين صناعي بيخلي الشعر مفرود، إنما البروتين اللي في شعرنا بروتين طبيعي. دول ملهمش أي علاقة ببعض. هي معلومة بديهية، بس أنا حبيت أوضحها لأن في ناس مش فاهمة الفرق ما بين الاتنين. أهم حاجة إن إحنا ما نزودش في استخدام البروتين، ما يبقاش الشامبو والهير ماسك والبلسم فيهم بروتين ونستخدمهم كلهم مرة واحدة. ده ممكن يعمل بروتين زايد على الشعر، وبدل ما نصلح التلف يبوظوا أكتر. استخدميهم بس بشكل معتدل، مش كلهم مع بعض. لو ما فيش بقى أي حاجة من اللي إحنا قلناها دول في شعرك، يعني ما بتعرضيش شعرك للحرارة، ما بتستخدميش صبغة، ما بتفرديهوش بمواد الفرد، وشعرك ما فيهوش ولا تقصف ولا تكسر، وملمسه صحي مش ناشف، يبقى انت مش محتاجة اصلا بروتين. انما لو عندك اي مشكلة من دول او بتعملي اي حاجة من اللي احنا قلنا عليها، يبقى لازم تدخلي البروتين في روتين شعرك حتى لو مرة كل اسبوعين. صدقوني كلنا ممكن نستخدم المنتجات اللي فيها بروتين، بس اهم حاجة نستخدمها صح علشان نعرف نفيد بيها شعرنا. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، ويا رب أكون وضحت كل النقط المهمة اللي ليها علاقة بالمسامية وبروتين الشعر. ولو عندكم أي أسئلة أو مواضيع حابين إن احنا نتكلم عنها، اكتبولي في الكومنتس، واستنوني في فيديو جديد قريب قوي. باي باي.